السلام عليكم. في قرار اللي غريب ومفاجئ واللي ما نتج على حتى شي نقاش عام، قررت الحكومه المغربيه انها تخلي التوقيت الصيفي في المغرب على مدار السنه، يعني ان المغرب غادي يولي تابع للتوقيت ديال جي ام تي بلس 1 بدل التوقيت ديال جي ام تي. هذا الشيء غادي يكون عنده تبعات على الصحه ديال المواطنين، خاصه فيما يتعلق بالنوم. علاش؟ حيتاش خلافا للسنوات الماضيه غادي تولي الشمس كتشرق معطله بزاف في التوقيت الجديد. غادي يكونوا ايام في السنه اللي الشمس كتشرق فيهم في 8:30 ديال الصباح بدل 7:30 في التوقيت القديم. يعني الدراري ديال المدرسه مثلا غادي يضطروا انهم يفيقوا في الظلام ويمشيو يقراو في الظلام، والناس اللي ساكنه بعيد على المدرسه ولا على الخدمه غادي يضطروا يفيقوا في النصاصه ديال الليل باش يوصلوا في الوقت. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم عدد من الابحاث اللي دارت في المجتمع العلمي حول الموضوع ديال النوم، واللي عدد منها مرتبط مباشره بالمساله ديال التوقيت. عدد من هذه الابحاث جمعوا معرف بهم الكاتب الامريكي ماثيو وولكر في واحد الكتاب سميتو علاش كنعسو واي وي سليب. ماثيو وولكر باحث في جامعه يو سي بي المرموقه، وكذلك يشغل منصب عالي من النوم في شركه جوجل. الابحاث اللي في الكتاب ديال ماثيو وولكر وابحاث شبيهه دارت نوعا ما الصيحه اللي فيقات عدد من الاوساط في امريكا واوروبا والعالم، وبدا الحديث على ما يسمى وباء سوء النوم. اجيو نشوفوا بعض من هذه الدراسات ونشوفوا علاش اللعب بالدوره النوم ديال الناس غادي يكون عنده عواقب على الصحه. النعاس هو واحد الظاهره عجيبه اللي كتطر العديد من الكائنات الحيه واللي من بينهم الانسان. كيكون الكائن فايق خدام عادي، وفي واحد اللحظه كيمشي لشي قنت كيتخشى فيه وكيطفي راسو وكيبقى هكذاك مجمد لمده ساعات ما كيدير فيها والو من الوظائف الاساسيه ديال الكائنات الحيه بحال الماكله ولا التزاوج، ومن بعد في واحد اللحظه كيعاود يشعل راسو بحال ما طرا والو. الانسان كيدير هذا الشيء لمده هائله. واحد اللي عاش 75 سنه كيكون دوز 25 عام من حياته في هذه الحاله العجيبه. اثناء المده اللي كيكون فيها الكائن مجمد بهذا الشكل كيكون عرضه لاخطار هائله. تخيلوا واحد من الاسلاف ديالنا اللي كانوا عايشين في افريقيا مليوح في الطبيعه لمده ساعات طويله، معرض لشي فهد ولا شي ضبع يقدر يجي وياكلوا في اي لحظه. السؤال هو علاش الطبيعه اللي كتنحت باستمرار السلوكات ديال الكائنات الحيه باش يتاقلموا مع الوسط ديالهم غادي دير في الكائنات الحيه شي سلوك اللي عجيب وخطير لهذه الدرجه؟ اول حاجه خصنا نفهموها هي ان جسم الانسان اثناء النوم ما كيكونش طافي بتاتا. الاطراف ديالنا فعلا كيحبسوا من الحركه، ولكن الدماغ لا. في الحقيقه الدماغ اثناء النوم كيستهلك نفس المقدار ديال الطاقه اللي كيستهلكوا باش كنكونوا فايقين. يعني الدماغ كيعيش واحد الحياه وحده اخرى اثناء النوم، كيدير فيها وظائف اللي هي اساسيه للصحه ديال الانسان. من بين هذه الوظائف كاين مثلا التنقيه ديال الدماغ من التوكسينز ولا الافرازات السامه اللي كتراكم بين الخلايا ديال الدماغ اثناء النهار. هذه العمليه هي اساسيه للصحه ديال الدماغ، وحسب عدد من الابحاث هي اساسيه للحمايه ديال الدماغ من الاصابه بامراض بحال الزهايمر. من بين الوظائف ديال النوم الترسيخ ديال الذاكره. بالنهار بحال تقول كنكونوا خدامين بذاكره مؤقته، وفي الليل كنديروا ديك فيشي اونغيستري الحفظ ديال المعلومات اللي ركبناها في النهار. الجزء الاساسي في الدماغ في هذه العمليه سميتو الهيبوكامبس. الدراسه ديال هذا العضو في جهاز الرنين المغناطيسي بينت بشكل واضح كيفاش ان هذا العضو خاصو النوم سليم باش يقدر يرسخ المعلومات ويخوى ويكون مستعد لتخزين المعلومات في اليوم الموالي. الباحثين شدوا جوج ديال المجموعات ديال الناس، وحدين ناعسين مزيان وحدين ما ناعسينش مزيان، وطلبوا منهم يحفظوا نفس العدد من المعلومات. الناس اللي ما نعساش مزيان في الليله قبل او في الليله بعد هذه العمليه ديال التعلم كان عندهم عجز في التذكر ديال المعلومات بنسبه وصلت حتى ل 40% مقارنه مع المجموعه اللي كانت ناعسه مزيان. الا كنتي تلميذ ولا طالب كتفرج في هذا الفيديو نعس مزيان، خاصه في الفتره ديال المراجعه والامتحانات. من الوظائف ديال النوم كذلك الترسيخ والدمج ديال المهارات الحركيه. عقلتي شي نهار باش تعلمتي تكتب شي كود مثلا 3 4 8 1 6 انه في الاول كتبقى تكتبو بالطريفات 3 4 من بعد عاد 8 1 6. النوم كيمكن من الترسيخ ديال هذه الاجزاء المتقطعه وكيلصق هذه الطريفات باش يولي داكشي يخرج بشكل سلس في دقه واحده 3 4 8 1 6. باش لاعب بيانو مثلا كيتدرب على شي معزوفه يقدر يدوز نهار كامل كيعزف ديك المقطوعه، وفي النهايه ديال النهار يكون حافظها بالطريفات، كيعزف واحد الطريف وكيحبس، كيعزف واحد الطريف وكيحبس، والغد ليه كتلقاه كيعزف بشكل سلس اكثر. النوم فرلو باش كتكون بشويه بشويه ديك المهاره ديال المايسترو ديال البيانو اللي كيعزف معزوفات طويله بشكل سلس وانسيابي. كاين ابحاث كتشير الى ان الدماغ بالليل كيتريني ولا كيعاود يتدرب على اشياء تعلمتيها في النهار. اعتمادا على واحد البحث كان خدا جائزه نوبل في عام 2014، عالم الاعصاب ماثيو ويلسون لاحظ انه الا شديتي شي طوبه ودوزتيها بشي متاهه وغرستي سلوكه في اماكن معينه من الدماغ ديال الطوبه
غادي تلقى بلي كاين خلايا معينه في الدماغ ديال الطوبه اللي كيشعلوا في بلايص معينه من هذيك المتاهه. يعني كل ما دازت الطوبه من شي بلاصه معينه في هذيك المتاهه كتشعل واحد الخليه معينه في الدماغ ديال الطوبه اللي كتوافق هذيك البلاصه اللي دازت منها. العجيب هو انه اكتشف بلي بالليل باش كتكون الطوبه ناعسه في المرحله ديال النوم العميق، نفس الخلايا في الدماغ ديال الطوبه كيعاودوا يشعلوا بنفس الترتيب، وكأن الطوبه كتعاود تعيش هذوك اللحظات، كتعاود تدوز في وسط راسها من نفس البلايص اللي دازت منهم في النهار. الاكتشاف الاروع هو انهم لاحظوا ان هذه الاشارات كيعاودوا يشعلوا 10 الى 20 مره اسرع في الليل. هذا الشيء كيشير الى ان الدماغ ديالنا كيعاود يدوز السنته ديال المهارات اللي تعلمناها بالليل وكيحسن من التعلم ديالنا ليها. دراسات اخرى على اللاعبين الرياضيين بينت ان المهاره الحركيه ديال شي لاعب ترينا على شي حركه رياضيه كتولي 20 الى 30% افضل بعد ليله واحده من النوم الجيد. جائزة نوبل ديال عام 2017 تعطات واحد الاكتشاف اللي عنده علاقة مباشرة بالموضوع، وهو الاكتشاف ديال الميكانيزم الجيني والكيميائي اللي كتشتغل به واحد الحاجة سميتها الساعة البيولوجية ديال الكائنات الحية. شنو هي الساعة البيولوجية؟ هي باش كتكون جالس في العشية وكيبداو عينيك يديوك. السبب هو واحد الغدة اللي كتفرز واحد الهرمون سميتو الميلاتونين، وهو اللي كيجعل عينيك يبداو يتسدوا بوحدهم. التاثير العكسي هو اللي كيضرب في الصباح باش كتكون ناعس وكتضربك الفيقه في واحد الساعه معينه، سواء كنتي داير الريفي ولا ما كنتيش داير الريفي. هذا الشيء كيخضع لواحد الساعه بيولوجيه مبرمجه في الجسم ديال الانسان. هذه الساعه البيولوجيه كتاثر بدرجه الحراره اللي كاينه في الجو، وكذلك بالمقدار ديال الضوء اللي كاين حولنا، وبصفه خاصه الضوء الزرق. في الملايين ديال السنين اللي كانوا فيها بشر على الارض الضوء الزرق كان كيكون فقط بالنهار. الدماغ ديال الانسان تبرمج عبر ملايين السنين باش يريغلي الساعه البيولوجيه ديالو على حسب الضوء الزرق اللي كاين في المحيط. وهنا كيبداو المشاكل ديال العصر الحديث، حيت في العصر الحديث بعد الانتشار ديال الكهرباء والبولات ديال الضوء والشاشات بحال هاد الشاشه اللي كتشوف فيها هذا الفيديو، الضوء الزرق ولا موجود حول الانسان حتى بالليل. شاشات، اضواء ديال الزنقه، اضواء ديال الاجهزه المنزليه. هذا الشيء ادى الى التراجع ديال عدد الساعات اللي كينعسوهم الناس في المعدل الى معدلات تحت المده اللي كتوصي بها منظمه الصحه العالميه، واللي هي مده 7 الى 9 ديال الساعات ديال النوم في كل ليله. هذا الشيء كيولي اكفس باعتماد توقيتات وطنيه غير ملائمه. واحد البلديه سميتها ادينا في ولايه مينيسوتا الامريكيه كان عندهم توقيت ديال الدخول المدرسي مع 7:30 ديال الصباح. هذا الشيء كان كيعني عندهم ان الترونسبور يقدر يجهز الدراري في ساعات رهيبه بحال 5:30 ديال الصباح. البلديه قررت انها تكحز الساعه ديال الدخول المدرسي من 7:25 دقيقه الى 8:30 ودير تقرير تقيس فيه التغييرات الناتجه على هذا الفرق. اول نتيجه في هذا التقرير كانت ان الطلبه سجلوا ساعه زايده ديال النوم. يعني قبل كانوا كينعسوا معطلين وكيفيقوا بكري، دابا ولاو كينعسوا معطلين وكيفيقوا معطلين، وربحوا في هذه العمليه ساعه ديال النوم في الليله. ثاني نتيجه كانت التحسن ديال النتائج الدراسيه ديال هاد الطلبه بنسبه كتوصل ل 25% عند الطلبه المتفوقين في واحد الاختبار معياري اللي سميتو SAT. هذا النوع ديال التحسن تم التاكيد ديالو في مدارس وحدين اخرين اللي داروا نفس الشيء، حتى هما ديكالوا الساعه ديال الدخول المدرسي، واللي النتائج الدراسيه ديالهم ولات متفوقه اكثر. واحد التغير هائل اخر تم الرصد ديالو في بلديه ادينا هذه اللي دفعت الساعه ديال الدخول المدرسي، عنده علاقه مع حوادث السير. حوادث السير اللي اغلبها كتكون ناتجه على السوء ديال النوم كتعتبر اول سبب ديال الوفيات عند المراهقين بين 16 و 18 سنه في المجتمعات الحديثه. في بلديه ادينا بعد ما ديكالاو الساعه ديال الدخول المدرسي لاحظوا التراجع ديال عدد الوفيات عند هذه الفئه بنسبه كتوصل ل 70%. 70%. الكتاب ديال ماثيو وولكر كيشير لارقام مفاجئه ورهيبه كتشير الى الاهميه القصوى ديال النوم في كافه المناحي ديال الصحه ديال الانسان. التجارب داروا على الجهاز المناعي بينوا انه اذا غير ليله واحده ما نعستيش مزيان، نعستي مثلا 4 ديال الساعات فقط، كيهبط العدد ديال واحد النوع اساسي من الخلايا المناعيه في الجسم بنسبه كتوصل ل 70%. الا ما نعستيش مزيان لمده اسبوع واحد ومشيتي عند شي طبيب ديال السكر، غادي يبانوا له المستويات الحيويه ديال الميتابوليزم ديالك شبيهه بواحد عنده بدايه ديال مرض السكر. في التجارب داروا على مرض ديال السرطان، شدوا 2 مجموعات ديال الفيران وعرضوهم للمرض ديال السرطان. المجموعه الاولى خلاوهم ينعسوا مزيان، المجموعه الثانيه بقاو كيفيقوهم بالليل باش ما ينعسوش مزيان. بعد مرور شهر واحد حلوا على الورم السرطاني اللي عند هاد الفيران. المجموعه اللي كانت كتنعس مزيان لقاو الورم السرطاني ديالها ولا قد هكا، المجموعه اللي ما كانتش كتنعس مزيان لقاو الورم ولا قد هكا. فرق ديال 200% في الحجم ديال الورم، في السرعه ديال الانتشار ديالو، في القابليه ديال الورم انه ينتشر من عضو لعضو اخر
فقط بسبب ديال قله الجوده ديال النوم. احصائيات داروا على الاطباء الجراحين بينوا انه اذا كنتي طبيب جراح دخلتي لغرفه العمليات وانت ناعس اقل من 6 ديال الساعات، غادي يتزاد احتمال انك دير خطا طبي فادح، بحال انك تشرك شي عضو ديال شي واحد ولا تسبب في شي نزيف حاد، غادي يتزاد الاحتمال بنسبه 170%. خبر سيء كذلك بالنسبه للناس اللي كيقول لك انا راجل كنعس غير 4 ساعات في الليله. واحد الدراسه بينت ان الرجال اللي كينعسوا 5 ديال الساعات او لا اقل في الليله كيكون عندهم خصيتان اصغر بشكل ملحوظ من الخصيتين ديال الرجال اللي كينعسوا مزيان، وعندهم مستويات ديال التستوستيرون ديال شي واحد اللي كبر عليهم 10 سنين. وحتى السيدات ما معفيينش من هذا الشيء، عاج شبيه كذلك لقاوه عند السيدات اللي ما كينعسوش مزيان. دراسات عديده ربطت سوء النوم مع ارتفاع احتمال الاصابه بسرطان المصارن، سرطان البروستات الثدي بنسب ارتفاع كتوصل حتى ل 3%. قله النوم تم كذلك الربط ديالو بالسمنه، الناس اللي ما كينعسوش مزيان كياكلوا سعرات حراريه اكبر وكياكلوا اغذيه اللي هي صحيه اقل. احصائيات عالميه ديال القضيه ديال التغيير التوقيت، هذا التوقيت اللي كنهضروا عليه في المغرب اليمن، بينت انه في الفتره اللي كتجي في الربيع بعد التغيير من التوقيت الشتوي للتوقيت الصيفي، واللي غالبا كيرافقها فقدان ديال ساعه ديال النوم، كتزاد وتيره النوبات القلبيه عند الساكنه بنسبه ديال 24%. في المقابل في الخريف ملي كيتم التغيير ديال التوقيت من التوقيت الصيفي للتوقيت الشتوي، واللي الناس كتربح فيه ساعه ديال النعاس، كيتم التسجيل ديال تراجع وتيرة النوبات القلبية بنسبة 21%. البعض من هذه الدراسات هي دراسات ناشئة في الطور ديال الإثبات والتدقيق ديال ما هو تزامني وما هو سببي، ولكن واضح أن نمط العيش الحديث كيدير ضغط كبير على عدد الساعات اللي كنعسو، وهذا الشيء كيخلق مشاكل عديدة في الصحة ديالنا. في الصفحة ديال الفيسبوك غادي نحط واحد اللائحة فيها نصائح من الكتاب ديال ماثيو وولكر على كيفاش يمكن لك تحسن الجودة ديال النعاس ديالك. نخليكم دابا نمشي نعس واحد شوية. هذا هو الحلقه 3. غادي نهدي جوج ديال النسخ ديال الكتاب علاش كنعسو واي وي سليب. النسخه الاولى لاحد مساندي باتريون، والنسخه الثانيه لشي واحد دار كومونتير فيه ارى الكتاب في التعليقات ديال يوتيوب. اذا بغيتي تشارك في هذه القرعه وتربح الكتاب كتب ارى الكتاب في التعليقات على هذا الفيديو في يوتيوب. ما تنساوش تقيدوا في القناه باش يوصلكم الجديد. بسلامه.